ايه رأيكم في القهوة اللي على شكل قلب دي؟ هتقولي عملتها ازاي؟ هقولكوا سر المهنة. لفي لفة في القناة بتاعتي وانت تشوفي قهوة وشاي وحاجات كتير قوي هتعجبك، حلويات واكلات تفتح النفس. دي مقادير تورتيه هنعملها، عملناها مع بعض قبل كده. التورتيه دي هتبقى موفرة خالص بدون سمنة ولا زيت، وهقولك على الحاجات اللي هتقدري تستغنى عنها، وهقولك على الاضافات الجديدة. دي تورتيه كبيرة، ممكن تعملي نص المقادير. هقولك المقادير واحنا بنعمل الوقت. المقادير عبارة عن 3 كوبايات دقيق وتنخليهم، نخل الدقيق مهم قوي، و2 كيس بيكنج باودر، و2 كيس فانيليا، وياريت يكون سكر ابيض ناعم بيظبط اكتر. 3 كوبايات دقيق وكوبايتين سكر، ورشة ملح، ذرة ملح، ومعلقتين نشا، ومعلقتين خل، وتقلبي المكونات الجافة بالشكل ده. وبعد ما نقلب المواد الجافة هنحط 5 بيضات، ممكن من 5 ل8 بيضات، بس البيض غالي زي ما انتوا عارفين، كفاية 5 يقضوا الغرض. وهنعجن بمية، لو عندك لبن مفيش مشكلة، ونقلب كله. مش شرط ايه قبل ايه، بس نقلب المكونات الجافة الاول، بعدين نقلب الخليط كله مع بعضه، البيض مع المكونات الجافة، وبعدين هنحط مية، نظبط الخليط بمية. اللي عنده عصير البرتقال متصفي بدون سكر يحط، او لبن او مية او عصير برتقال بدون سكر، كله بيمشي، المتاح عندك اعملي بيه. وقلبت الخليط بالمعلقة الاول، وبعدين قلبت بالمضرب. اللي ما عندوش مضرب مفيش مشكلة، تقلبيها عادي بمعلقة بسباتولا بأي حاجة. وحطيتها في الصينية دي. الصينية دي على فكرة كبيرة، مقاس 40 في 40. ودي شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني. ممكن تستغنى عن الخطوة دي، مفيش مشكلة. في حاجات تانية هقولك برضو عليها تعمليها. تورتها بعد ما طلعت من فرن البوتاجاز، كنت انا عاملاها في فرن البوتاجاز وقلبتها، بقت بالشكل ده. سقيتها بمية وسكر، لو عندك لبن وسكر الموجود اشتغلي بيه، مفيش حاجة توقفك. وقسمتها من النص، وحطيت عليها كريم شانتيه وكريم باستري ومعلقتين سكر. بعدين حطيت النص على التاني، ورجعت القطعتين على بعض، وعملتها برضو بالكريمة. الكريم الباستري دي جميل، جربوه هيعجبكم. انا ما لقيتوش عند العطار، لقيته عند مستلزمات الحلواني. في حاجات مش هتلاقيها عند العطار، تشوفها في اماكن تانية. وغلفتها بالطريقة دي، وبشرت عليها كاكاو بني. ده كاكاو، بشرت عليها الكاكاو ده، بشرت عليها الكاكاو البني، ما بشرتش الابيض لان الابيض ما كانش هيبان، انما البني بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحة كانت متظبطة شكل وطعم. امشي على حسب المقادير وان شاء الله هتعجبك. اللي عايزة تعرف طريقة البن موجودة على القناة، وانا عملت قبل كده تورتات كتير باشكال تانية. ما تنسيش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.